المطلوب؟ أنت لك كلمة عليها يا عم عبد اللطيف. أشتيك تخليها تراجع عن قرارها، وإذا تراجعت عن قرارها ستي لك المبلغ الذي تشتيه. كم يعني؟ 1000 سعودي، ولا أقول لك 1500. مشي قليلة. وفي لي يا عاصم 2000 سعودي ورديتها البنت لزوجها يا عبد اللطيف. أنت داري مال البنت إلا بيتها، وبعدين ما عاد حدا عيقبلها بعد الذي حصل والسمعة الذي انتشرت. أو ما قلت يا عاصم؟ أنتي ما دخلش. كيف مالش دخل؟ والله ما أتمنى لها إلا كل خير. وبعدين أنت عارف كلام الناس ما يرحمش، وأنا بين أفهم بالأصول وأقول لك الذي يصبر. كلام الشيخة أشجان صح، عين العقل. شله واعصب عليه يا عم عبد اللطيف. أن 7 جبل حكا حقش يا شيخة. بكل فخر، شيخة وبنت شيخ واخت شيخ. وأنت لولا ظروفك يا عبد اللطيف ولا المشيخة تجري في دمك. هي سيري ورفتش وأنا أخلص معاه وأجي لش يا شيخة. لا تنساش الهدية. حاضر، في أحلى هدية أحلى شيخة. هي أنداري يا نساب، أنا ما كنت أشتكي لبنتي، كنت أشتكيها للشيخ جراح، وزعلت من عنادها حين صممت عليك ورفضت الشيخ. ويوم ما طلقتها أنت فرحت رغم أنني كنت كاره لها واشتقت لها. ليش هذا الحقد كله يا عم عبد اللطيف؟ ايش فعلت أنا؟ لأنك مش رجال ودرة أرجل منك. ضحت بأهلها كلهم علشانك وفتحت لك بيتها، وبالأخير تجازيها بالطلاق. الله يسامحك. عيسامحني إن شاء الله. أما 2000 السعودي حقك زيد وفي فوقها وسير بسير لك عروسة من بنات القرية، ولو لقيت واحدة تقبل لك جي لعندي وأنا أعدي لك 2000 سعودي رفد مني. برع. عبد اللطيف تغير قوي لدرجة إن الزلط ما عاد بتهمش، وهو كان يموت على الريال. ليش تحشري نفسك بين الرجال ها؟ أنا بين أخاف عليها وبين أدور مصلحتها لأني بمقام أمها. شنتي أمها ماتت الله يرحمها، وأنتي ما تسوي ظفرها، أنتي عايشة لنفسك بس. أنا عايشة لنفسي وما سواش ضبرها يا عبد اللطيف. نسيت حين كنت تلاحقني علشان أوافق عليك؟ أنا كنت قادرة أتزوج شيخ معه مال وجاه وحسب ونسب، لكن في الأخير وافقت عليك. أنا أخت الشيخ جراح. اصحى يا عبد اللطيف. الشيخ جراح ايش من شيخ هو جالس ينهب اهالي قريته وياخذ حقهم بدل ما يكون سند لهم وحمايه، لكن صدق المثل حاميها حراميها. يعني أخي سارق وظالم وقاتل. سيري تحبيه سيري عنده، لو يفهم بالاصول ما طردش ولا طرد عمه ولا استخدم اساليب قذره يشوه سمعه بنتي عشان تنصبوا علي وتاخذوا اراضي دره. هيا سيري عنده وبسريع يقبليش بعد ما اخذ منك كل شيء. طيب يا عبد اللطيف، أنا حبيبتك أشجان، كيف سخت عاملني هكذا وأنا قد ضحيت معك بكل شيء؟ بايش ضحيتي؟ وانتي اساسا قبلتي بي عشان تهربي من عيشتش عند اخوش، ابصرتيني زوج عرطه تمشيه زي ما تشتي. اسمعي يا اشجان، من اليوم مشيش اسمع كلمه شيخه هانا في بيتي. انتي هانا مرات عبد اللطيف وبس، فاهمه؟ حاضر. ولو ازيد اسمع واحد من عيالي يشتكي منش لا اطردش من هذا البيت. حاضر. سهل يا عبد اللطيف، تتحمل كل اهانتك عشان اخي جراح، وكله مسجل بالدفتر. ناج